النادي الاهلي بيتغلب من الترجي 1-0. اتغلبنا في الترجي اللي كنا بنعتبره فسحه وجنينه في تونس، بس مش هي دي المشكله. المشكله اللي الاحصائيات والارقام بتبين كلام غير كده خالص. بتبين 5 اسباب مصيبه في النادي الاهلي، 5 اسباب لازم يتحلوا، 5 اسباب لازم تخلي بالك منهم في اللي جاي علشان تعرف تكسب اي بطوله او تعمل اي حاجه عموما. بس قبل ما اقول لك عليهم عايز اوضح لك نقطة. بس قبل ما ادخل في التفاصيل دي اوضح لك نقطة. النادي الاهلي في الماتش استحوذ على الكورة بنسبة 55%، عمل 435 باص مقابل 360 من نادي الترجي. يعني من الاخر احنا كنا مستحوذين على الكورة وبنحضر لعب كتير. بس المصيبة هنا اللي احنا عملنا 8 تسديدات نفس اللي عمله الترجي، بل بالعكس نادي الترجي كان عنده 5 هجمات خطر قدر يتصدى منهم شوبير لكورتين. يعني من الاخر كنت ممكن تخلص الماتش 3-0 للترجي، بس الحمد لله الماتش كان واقف في شوبير. مش هي دي المشكله. المشكله بقى فين يا معلم؟ المشكله في ال5 حاجات اللي اقول لك عليهم. اول حاجه عندك اللي انت حاليا حرفيا اقدر اقولها لك رسمي فهمي نظمي، النادي الاهلي ما عندوش مهاجم. هتقول لي كاموش المهاجم الجديد اللي بيخلص، اقول لك يا باشا بكاموش مش كاموش، ده كابوس مش كاموش. ده ما عندناش مهاجم لدرجه ان المدرب ما اعتمدش على مهاجم الماتش ونزل عندك في الهجوم تريزيجيه وزيزو وبن شرقي، وفضلوا يعملوا سويتشات. انت ما بقتش فاهم هو مين المهاجم اصلا. كل شويه واحد يدخل كده، امام عاشور طب لعبوني شويه مهاجم، قال له جنج ما تخليني اجرب، بالعمري ما تخليني ادخل اشوف حظي. ممكن كنت تلاقي شوبير داخل يلا بينا ما هي ماشيه والدنيا زي الفل، ما تخلونا نشوف حالنا. الدنيا كانت خلطبيطه بالصلصه يا حبيبي، يا حبيبي شغل عالي قوي. تاني حاجه عك المدرب. هتقول لي عك المدرب ايه؟ انت منزل كوكا ليه في نص الملعب؟ ماله مروان عطيه؟ ما هو عندك والراجل هيأدي واتنين ديفندرات هيغطوا ورا ويغطوا المساحات اللي كانت شوارع ويساندوا في الهجوم، او واحد يطلع قدام والتاني يفضل ورا، كانت الدنيا تبقى حلوه. كوكا فقد الثقه من ايام ما كان بيلعب باك. كوكا لا يصلح للنادي الاهلي والله العظيم، ولا يصلح للزمالك حتى ولا بيراميدز. انا بقول لك كلمه حق. طيب ايه تاني عك كروي من المدرب؟ لا والله المدرب كتر الف خيره اللي هو وقف شوبير. طب في ايه عك كروي تاني؟ عك كروي اللي انت عملت كميه السويتشات رهيبه. طب انزل يا عم بمهاجم حتى لو تعبان، بس يبقى فاهم اللي فيه مهاجم واقف في لعب في راس حربة عندك. طيب السبب الثالث يا بالصحاب بطء التحضير. انت بتحضر الهجمة بطريقة بطيئة جدا، بتخلي الخصم يرجع ويدافع ويشرب كوباية شاي وينام له ساعتين ويصحوه ويلا بينا في هجمة علينا عقبال ما تيجي. ايه يا باشا في كل الكلام ده يا باشا؟ الدنيا ايه يا باشا؟ الدنيا مش بتمشي كده. الكرة بقت سريعة. انت المفروض مهاجم، المفروض المدرب ده كان مهاجم وفاهم الدنيا. إيه عشان يعني الكرة جوان، اختصر الطريق. حرفيا الموضوع بقى صعب جدا. يعني حتى لما بتبني هجمه وتوصل للي واقف بقى اللي على حظه واقف في راس الحربه، مش بيخلصها، مش بيعرف يستلم، مش بيعرف يخلص الكوره صح. الله يمسيك اسامه ابو علي كان بيجيب الجوان من اقل فرص. موضوع انك ما عندكش مهاجم مأثر عليك جدا. رابع حاجه العهر التحكيمي. الحكم ده لازم يتحاسب. الحكم من كتر ما هو عارف اللي هو غلطان جه في اخر الماتش طلع الكارت الاحمر عشان عارف لعيبه الاهلي كانوا يعملوا عليه حفله، وقف في نص الملعب وحط لهم الكارت الاحمر اللي هيقرب هلوشه. وطبعا هم عندهم ماتش عوده كله ايه سكتم بكتم ورجعوا. طب انت حسبت بتاعت محمد هاني اللي هي المفروض ما بتحسبش عشان جت هنا؟ يا عم احسبها يا عم، يا عم انا ما بفهمش حاجه في الكوره احسبها ضربه جزاء. طب احسب في المقابل بتاعت بن شرقي، ولا لازم الواد يقع ويتدرمغ ويعيط ويبقى زي الدود عشان تحسبها له؟ فين التحكيم؟ احنا في فار، هنفضل لحد امتى نشتكي من التحكيم بتاع افريقيا؟ هيجي بقى زميلك الزملكاوي انتوا بتكسبوا بالحكام. يا ابني احنا لو ما اتغلبناش بالحكام كنا كل سنه هناخد افريقيا. اعقل كده واركز يا بابا انت لسه صغير. طيب في اسباب تانية يا معلم؟ في اسباب تانية كتير. الاداره فينها؟ فين الاداره من كل اللي بيحصل ده؟ فين الاداره؟ كان المفروض يعترضوا على الحكم، يشوفوا سيفيهات للمهاجمين كويسه.
للمدربين، ماله المدرب المصري ارحم بكتير. الموضوع بقى صعب جدا. هتقول لي احنا عندنا ماتش عودة وممكن نعوض، بس للاسف الماتش العودة ده من غير جمهور بسبب العقوبة. الادارة نايمة ليه؟ الادارة بقت نايمة ليه كده؟ مفيش اكشن ليه؟ مفيش رد فعل قوي ليه؟ الجمهور تعب. انا كاهلاوي مش متعود الاقي الاهلي بيخسر ماتشين ورا بعض. شوف انا حتى وانا جاي اقولها بقول لك بيكسب. انا متعود الاهلي بيكسب، يخسر ماتشين ورا بعض دي صعبة جدا. الموضوع بقى صعب ولازم حل، لازم له وقفة. احنا عندنا ماتش عودة، طب ايه الحل؟ ايه التجهيزات لماتش العودة؟ النتيجة مش بعيدة خالص. لو زمان كنت اقول لك الاهلي هيمسك الترجي هيطرقع له 3 4، لكن دلوقتي انت ما بتضمنش في اي لحظه الترجي يجيب فيك، تكون كسبان 2 يا عم 0، الترجي يجيب فيك جون تخش في حسبة بورما وتطلع من البطوله على ايه؟ مش مستاهله. وبالمستوى ده وبدون راس حربه انت مش هتعمل حاجه. انت لسه عندك ست ماتشات في الدوري ضرب نار، دغدغه تكسير عظام. بالوضع ده المدرب ده لا يصلح مبدئيا، المدرب ده لا يصلح. النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي من الاخر الخزينه ما فيهاش فلوس تدفع للمدرب ده مستحقاته كامله تاني. احنا عمالين بندفع للمدربين، لا هو النادي الاهلي هنكمل بيه. طب وبعدين؟ ما هو النادي الاهلي حسبها. انا لو كسبت كل البطولات، يعني لو كسبت كل البطولات مش هكسب المبلغ اللي هخسره مع المدرب ده. لا كمل المدرب ده حتى لو خسرت البطولات. توفير، نظافه، ريحه، توفير. احنا كده شغل غسيل مواعين ده. انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. بس ما لو وصلت لهنا اكتب لي رايك في الكومنتات وقول لي الاهلي ممكن يتعادل، قصدي يتاهل الماتش الجاي، ولا الموضوع بقى صعب، والاهلي هيعمل ايه في الدوري. تمام، انا مش متفائل الحمد لله. انا قايل لك من زمان السنه دي الاهلي مش هياخد بطولات، هتبقى زيرو. تمام. فاكتب لي رايك في الكومنتات وما تنساش تعمل اشتراك ولايك، واستنوا كل جديد وبس كده.